اهلا بك عزيزي المشاهد. عايز اقول لك ان انا مش جايب مزاجي، حضرتك اللي جايبني، وده لان لقيت بتاع 15 16 20 50 نفر بعت لي فيديو هدير عبد الرازق على الانستجرام. ما اعملش فيديو؟ لا اعمل فيديو. ما نعرضش قذاره هدير عبد الرازق؟ نعرض قذاره هدير عبد الرازق. فعزيزي المشاهد حابب اقول لك قبل ما ابدا الفيديو لازم تربط الحزام كويس وتاكد ان انت متيقن وماسك حالك وياكس كده، عشان اللي هتشوفه في فيديو النهارده مش هتشوفه في اي فيديو تاني. ويا ريت تحط لايك للفيديو دوت عشان نوصل اكبر عدد من الناس. طبعا لو مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتشغل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ومش هطول عليكم اكتر من كده، يلا مع بعضينا نبدا الفيديو. طب عزيزي المشاهد لو ما تعرفش مين هي هدير عبد الرازق، هدير عبد الرازق ملكه الترندات او ملكه البراندات، ايهما اقرب بالنسبه لك. باختصار هدير عبد الرازق هي بتقول على نفسها بلوجر، بس هي مش بلوجر خالص. هي عباره عن ملكان بتطلع تقيس كل حاجتها قدامنا عادي في اللايف كده، بيحصل كل ده عادي قدامنا. يعني مثلا حاجه زي كده تحفه، هستفيد انا ايه؟ تحفه مش عارف انا هستفيد ايه. وهي فاكره ان بيتابعها بنات وبتتفرج على المحتوى اللي هي بتعمله دوت، بس اقسم بالله اغلبيه اللي بيتابعها رجاله، اغلبيه اللي بيتابعها شباب مراهقين كلهم. طبعا ما تفهمهاش غلط، هي بتظبط الكاميرا مش اكتر يعني. لا هي مش بتوريك حاجه، هي بتظبط الكاميرا، مش بتوريك نبض القلب مثلا اللي هي عاملاه، لا هي بتظبط الكاميرا عادي ما فيهاش حاجه. ايه كمان؟ وجبت دي برضو، وجبت برضو. بصوا البلاوز دي فظيعة. تلبس كده بس مش عارفة انا بوريكم شكلها عامة من قدام. بصوا فظيعة. ممكن تلبسوا حاجة بقى ايه، توب كاب كده يعني، حاجة او حاجة زي كده برضو. انت وذوقك يعني، حاجة لحد هنا. او ما تلبسيش خالص عادي برضو، ده اللي عايزاه هدير عبد الرازق. يعني بص هي ما عندهاش عادات ولا تقاليد، مش ماشيه على عاداتنا ولا تقاليدنا ولا ماشيه على اي حاجه من الحاجات ديت خالص. هي كل هدفها ان هي تقلع وتطلع تعرض لنا حاجاتها وتلم فلوس، ده كل هدفها. طبعا كلنا فاكرين الترند بتاع حمدي عاشور لما اتجوزته. هي بالنضاره في اثاره غريبه بس عادي ما نركزش، يعني الاثاره جايه ورا، الاثاره جايه ورا. اقسم بالله حتى لو ترند انا ما شاركش فيه. يعني انا عارف ان هو ترند، بس انا بقول لك حتى انا لو ترند ده ما شاركش فيه. يعني عمري ما افكر اتجوزها حتى لو ترند. مش هطلع اعمل فيديو قدام الناس كده وابقى فرحان. ايه يا حمدي، ايه يا حمدي، انت خبت خالص يا حمدي. جدع يا حمدي، يبقى فكرني يوم الخميس عشان بيبقى عيد ميلاد ابليس وكده. يعني برضه بجمله السفاله. تعال نشوف لها فيديو تاني. الحمد لله لوحدي حمله. هي حمله فعلا، هي فعلا حمله، بس من مين ما نعرفش لغايه دلوقتي لسه. المفروض ان هي في كوافير وقلعت ولبست في الكوافير عادي مفيش حاجه، كوافير فعادي يعني عادي. هدير عبد الرازق ما عندهاش قلنا ولا عيب ولا حرام ولا غلط ولا صح ولا ما صحش، ما عندهاش الكلام ده كله. لا هنفضل نعمل في الشعر؟ اخلص بقى خش في المفيد. اقسم بالله زي الزفت، قرف قرف والله. فواتح انا ما بحبش الفواتح، ما بحبش الفواتح خالص. باختصار عزيزي المشاهد هي ديت البلوجر هدير عبد الرازق. فطبعا مش هنستغرب لما يطلع لها فيديو اباحي او فيديو مع شاب، مش هنستغرب بالكلام ده كله، لان هي موريانا كل حاجه. يعني ما بالك موريانا كل حاجه وببلاش، ما بالك بقى لو واحد دفع فلوس ما هيعمل كل حاجه برضه. انا بصراحه الفيديو اتبعت لي على الانستجرام من 5 6 اشخاص 10 اشخاص من 20 شخص، وكله عمال يقول لي الحق هدير عبد الرازق، الحق فضيحه هدير عبد الرازق، الحق ما اعرفش مين عبد الرازق، الحق ما اعرفش ايه يا جدعان. في ايه يا جدعان؟ اهدوا ما في ايه، مش كده. طبعا لو انت قاعد مستني ده كله عشان انا اعرض لك الفيديو، فانا مش هعرض الفيديو طبعا اطلاقا. انا اقسم بالله لسه ما اتفرجتش على الفيديو ومش هتفرج عليه. يعني انا الفيديو مال الدي امز عندي مش هتفرج عليه خلاص، قرف. ما انا عارف ومتوقع ان هي بتعمل كده وبتعمل كل حاجه اوسخ من كده كمان. هو اي نعم مفيش اوسخ من كده، بس هدير عبد الرازق بتعمل. طبعا هي دلوقتي اتمسكت وبيتحقق معاها واكيد مش هتطلع منها سليمه. يعني لغايه دلوقتي لسه الاستاذه موده الادهم موجوده في السجن، والاستاذه حنين حسام لسه طالعه من قريب. بس حنين حسام تختلف عنهم شويتين ثلاثه، لان حنين حسام كانت الكترونيه، لكن دول
حقيقيه. انت فاهم انا بقول ايه ولا مش فاهم؟ ما انا مش هينفع اوضح، شغل دماغك. كل اللي انا عايز اقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، مش هقدر اقول حاجه غير كده. ويا ريت اللي معاه الفيديو ما يبعتوش لحد، امسحه، دلته. هتستفيد ايه لما تحتفظ بفيديو زي كده وتطلع تنشره وتعمل؟ يعني هتستفيد ايه؟ مش هتستفيد حاجه. هتقولي طب انت ما فرقتش عنهم حاجه يا كابو، ما انت برضه تاجرت بالفيديو بس ما عرضتوش ترند. بنط على الترند يا صاحبي، انا عايز مشاهدات، مش عيب ولا حرام، انا بنط على الترند. لكن انا اظهر الفيديو، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لو الفيديو ده جاب 100,000 لايك اظهر. لا يا جدعان اقسم بالله بهزر، عيب يا جدعان، ما ينفعش نعمل حاجه زي كده. هي انسانه زباله، احنا مالناش علاقه بالموضوع دوت. ربنا معاها ويهديها ويهدينا احنا كمان، عشان احنا برضو ما فيش حد معصوم بالغلط، كلنا بنعمل حاجات غلط. يمكن هي رصيد الستر بتاعها خلص واحنا لسه رصيد الستر بتاعنا مكمل. فاتمنى ربنا يهدينا جميعا ويهديها ويهدي كل واحد بيتفرج على الفيديو دوت ويهدي كل الناس. بس انا كده خلصت الفيديو بتاعي، انا مش عارف اقول ايه تاني ومش عايز اقول حاجه تاني. كل اللي عايز اقوله حط لايك للفيديو دوت عشان نوصل اكبر عدد من الناس. وطبعا اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفك فيديو جديد اللي هو قريب ان شاء الله. سلام. بقى الامكانيات بدات اتعب وادور واعمل افكار جديده، دايما على طول بدور على اللي يفرح قلوبكم ويخلي الضحكه تنور الدنيا كلها. جيش الكابو دوسوا لايك.